السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بقدمه. تعالوا بقى نشوف وصفتنا النهاردة هنعمل ايه. هنعمل صينية رقاق ناشف بمناسبة العيد. انتوا عارفين كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. حطيت طاسة او صينية على النار. هنعصج اللحمة الاول. حطيت معلقة من السمنة البلدي، او اي ماده دهنيه عندك عايزه تحطيها. هنزل بقى باللحمه اول حاجه. انا عامه بحب الطريقه دي، بحسها بتبقى حلوه يعني. عايزه تنزلي بالبصل الاول براحتك، بس جربي ان انتي تحطي اللحمه الاول، هتفرق معاكي قوي في طعم التعصيج بتاع اللحمه. هنعمل صينيه رقاق تحفه. بصوا ما تقولوش كده فطير مشلتت مش رقاق. بصوا انا نزلت بكميه اللحمه. طبعا صينيه الرقاق حلوه قوي، تاخد معانا كميه ربع كيلو لحمه. بس انا النهارده هعصب نص كيلو، عشان ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني بعد ده على طول. بباقي اللحمه المفرومه هنشوف هنعمل بيها وصفه ايه. يعني ده هعصق نص كيلو لحمه. طبعا نص كيلو لحمه هحط عليه 4 بصلات كبار حسب الكميه اللي انت عايزاها. يعني انا كل ربع كيلو من اللحمه هحط له بصلتين كبار. دول معايا 4 بصلات فرمان في الكبه شكل ناعم بالشكل ده. وهنزل بال4 بصلات على نص كيلو اللحمه. زي ما قلت لكم صينيه الرقاق حلوه قوي ان ربع كيلو لحمه. طبعا هتبقى حلوه وهيبقى فيها لحم يعني. وانتوا عارفين برضو عشان خاطر نوفر شويه، عشان انتوا عارفين اسعار اليومين دول اللحمه والحاجه غاليه فنوفر يعني. هي حلوه قوي ربع كيلو لحمه. بصوا انا حطيت كميه البصل اهو. طبعا ما تخيلوش ان كميه البصل كبير، هتهبط معانا دلوقتي وهتختفي خالص من تعصيج اللحمه. بصوا اهو عصقت اللحمه بالشكل ده. تعالي نشوف بقى التوابل بتاعتنا او البهارات بتاعتنا اللي هنحطها على اللحمه. مش هنحط اكتر من هنحط شويه ملح وفلفل اسود وورق لوري ورشه من جوز الطيب. انا معايا جوز الطيب هبشر منها شويه. طبعا انا ما بحبش اكتر البهارات في اللحوم، عشان بحسها بصراحه بتغير من طعم اللحمه. هننزل بالملح والفلفل الاسود ورقتين لوري، وهحط رشه من جوز الطيب صغيره خالص، يعني حاجه بصوا حاجه صغيره خالص. جبت المبشره بتاعتنا، طبعا مش هنحط جوز الطيبه كلها، لا هناخد منها بشره حاجه بسيطه كده. يعني حاجه بس تدي طعم كده حلو مش اكتر من كده. لكن ما تحاولي ان انت ما تكتريش بهارات في اللحمه اكتر من كده، عشان بصراحه بتغير من طعم اللحمه. خلاص انا كده خدت رشه جوز الطيب اللي انا عايزاها. هنسيب بقى اللحمه لحد ما تعصج. طبعا تعصيج اللحمه كلنا عارفينه شطورات وبنعرف نعمله، بس كل واحد ليه خطوه. يعني كل مثلا ممكن انت تكوني بتحطي البصل الاول وبعد كده اللحمه. لا بصراحه بحس ان اللحمه كده احلى لما بحط اللحمه الاول وبعد كده البصل. انا بحب التعصيج بالطريقه دي. عايزه بقى تزودي حبه صلصه طماطم براحتك خالص، اللي انت حابه تزوديه زوديه. لا انا بسيب اللحمه بس في معلقه السمنه تغير لونها، وبنزل بالبصل والبهارات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي احلى بصراحه تعصيجه لحمه انا بحبها. يلا نشوف بقى الرقاق بتاعنا هنعمله ازاي. بصوا شكل اللحمه عامله ازاي اهي. هسيبها بس شويه كده. بصوا ال4 بصلات اختفوا معانا ومفيش حاجه باينه خالص، حلوه قوي. تعالوا بقى نعمل صينيه الرقاق بتاعتنا. انا معايا شوربه لحمه او شوربه فراخ او الشوربه الموجوده عندك. هحطها على النار بالشكل ده. هجيب كوبايه من اللبن او الحليب هنزل بيها. طبعا خطوة اللبن او الحليب بيخلي معانا الرقاق بتاعنا الناشف بيطلع معانا عامل زي الفطير المشلتت كده، بيبقى طري من جوه ومقرمش وجميل قوي من بره. وهنشوفه برده معانا هيبقى شكله عامل ازاي. والله عاملة زي الفطيرة المشلتتة. يعني بصوا ده مش رقاق ده فطير. بصوا اهو كده الشوربه. طبعا انا هحط بس شويه ملح صغيرين، مش هحط فلفل اسود عشان خاطر الشوربه معايا انا مبهراها فيها فلفل اسود. ومش هحط ملح كتير، هحط شويه صغيرين. وهنزل بمعلقه او معلقتين سمنه بلدي كده عشان تدي توريقه معانا للرقاق. جبت الصينيه بقى حجم الرقاق بتاعتي هتاخدها، وحطيت فيها معلقه من السمنه. هوزعها بقى كده في الصينيه كلها اهو بالشكل ده وزعتها. هنجيب بقى معانا الرقاق الناشف. طبعا ممكن تعملي الخطوات دي في الرقاق الطري هيطلع معانا حلو قوي. بس انا يعني انتوا عارفين بقى يومين عيد ورقاق ناشف بقى موجود اليومين دول. وطبعا ده الرقاق اللي انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو بتاع العيد. والله جميل جدا. بصوا صينيه الرقاق هتاخد معانا. انا هعملها النهارده 4 رقاقات تحت، وهحط تعصيقة اللحمه واحط 4 فوق. آه كل واحد حسب نوع الرقاق اللي عنده. ممكن تكون الرقاقية عندك تخينة. لو تخينة هتحطي اقل، هتحطي مثلا 3 واللحمة و3 فوق.
يعني الصينيه تاخد معانا 6 رقاقات. لو الرقاق معاك رفيع زي اللي معايا كده، انا الرقاق اللي انا عاملاه طبعا رفيع خالص، فهاخد 4 تحت و4 فوق عشان يبقى سمكها حلو، ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي. وطبعا ده بيبقى الرك على نوع الرقاق اللي انت بتستخدميه. تمام، اديني قلت لكم كل خطوه فيه. طبعا انا مش هحط سمنه بين كل رق ورق عشان انا حاطه في الشوربه واللبن معانا حاطه سمنه، فخلاص كده انا هكتفي بالسمنه دي وخلاص. انا بصوا انا حطيت هنا ال4 رقاقات، مش محبتش اطول عليكم. هجيب بقى تعصيجة اللحمه اللي احنا معصجينها، هاخد نص الكميه، يعني هاخد ربع كيلو من اللحمه، والربع التاني هنشيله للفيديو اللي بعد ده على طول، هتشوفوني هعمل بيه ايه. هاخد ربع كيلو بس اهو، هاخد نص الكميه يعني. هنوزعه طبعا في اطراف الصينيه. حلوه قوي صينيه الرقاق، ربع كيلو لحمه حلوه قوي يعني، ولا بتبقى فاضيه قوي ولا مليان قوي، حلوه سمكها حلو. ان احنا طبعا انتوا عارفين بنعمل جنبها مثلا لحمه، بنعمل جنبها فراخ، فنكتفي بربع كيلو بس. هنحط بقى ال4 رقاقات التانيين. زي ما قلت لكم الرقاق بتاعي رفيع، فحطيت حطيت 8 في الصينيه. لو الرقاق بتاعك تخين هتحطي 6 بس. طبعا بص الرقاق اللي انا عاملاه والله حلوه قوي 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 قوي. بص مطلع الرقاق معانا عامل زي الفطير. ارجعي للفيديو اللي انا كنت عاملاه عجينه الرقاق وشوفيها، سهله جدا 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 وموفره. بدل ما نجيب الرقاق من بره ب 40 جنيه وغالي، لا احنا نعمله في البيت، يعني شويه ميه ودقيق وملح وبنعمله. خلينا بقى في صينيه الرقاق النهارده. طبعا زي ما قلت لكم انا ما حطيتش سمنه بين كل رق ورق خالص، انا مكتفيه بالسمنه اللي انا حطاها مع اللبن والشوربه. تمام. هننزل بقى ناخد كام مغرفه كده، حوالي 3 4 مغارف، نسقي بس صينيه الرقاق كده نشربها حلو. طبعا عايزه تسويها على عين البوتاجاز وتقفي جنبها تفضلي تلفي فيها براحتك، بس انا بفضل بصراحه ان انا اسويها في الفرن. يعني انا هولع الفرن على الشبكه اللي في النص واحطها، بس قبل ما احطها نحط بقى دهنه من السمنه على الوش كده عشان خاطر تحمر معانا الوش بتاعنا، مش اكتر من كده. انا بحب الفرن ان بيديها لون موحد من تحت ومن فوق ومن كل الجناب بتبقى لون واحد. لو انت حابه تسويها من فوق على البوتاجاز براحتك خالص، بس انا هحطها في الفرن على الشبكه اللي في النص. هتقعد حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده. بصوا انا حطيت السمنه، هدخلها الفرن بقى ونرجع تاني. بصي اللون بتاع الفرن بقى اختياري. انا حابه بصراحه ان هي تبقى مقرمشه كده وعامله زي الفطير. لو انت حبيها يعني بيضه عن كده ما تحمرهاش قوي براحتك. حابه ان انت مثلا تطلعيها تغطيها وتسيبيها لحد ما تطرى، هتطرى معاكي. لكن انا بصراحه احنا بنحبها عامله زي الفطير كده وناشفه كده ومقرمشه. عايزه اقول لكم طالع تحفه قوي قوي قوي. بصوا فطير فطير والله عامل زي الفطير. تعالوا نقطع قطعه كده ونشوفها. مقرمشه من بره خالص. طبعا الحليب مطريها من جوه، يعني واخده طبقه قرمشه كده من بره. بصوا عامل ازاي، والله تحفه تحفه تحفه، يستاهل كام لايك. طبعا تحمير درجه الفرن باختياري براحتك خالص، حسب عايزاها اللون ده، عايزاها افتح، عايزاها اغمق، انت بتحكمي في الفرن بتاعك. بصوا عامله ازاي، بصوا اللحمه عامله ازاي ما شاء الله، مليانه من جوه، يعني ربع كيلو كفه معانا الصينيه حلوه قوي. طالعه طريه من جوه ومقرمشه من بره. لو انت حابه ان انت تاكلي الرقاق ده طري، طلعيه من الفرن سخن وغطيه كده شويه هتلاقيه طري قوي معاكي، بس انا بصراحه بحب ان احنا ناكله مقرمش كده من بره. بص عامل ازاي. اسفه بقى لصوت العصافير، انتوا عارفين العصافير بتحب ايه تمنتج معايا في الفيديوهات. ولو عجبكم وصفه الرقاق دي اكتبوا لي تحت في التعليقات. متنسوش بقى لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بعمله. بصوا شكله والله تحفه 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 تحفه. احنا بنحب الدرجه الغامقه في الرقاق كده. لو انت بتحبيه فاتح عن كده براحتك، اتحكمي في الفرن بتاعك. بصوا مورق وعامل ازاي، وطري من جوه ومقرمش وجميل قوي من بره. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي، واقول لكم انتظروا الفيديو الجاي هيبقى تحفه قوي بباقي اللحمه اللي احنا كنا معصجينها المفرومه. احنا حطينا هنا ربع كيلو في الصينيه وشيلنا ربع كيلو. الفيديو الجاي هعمل لكم وصفه برضو بالرقاق خطيره. يلا اشوف